درجة الحرارة دي ما حصلتش من 120 سنة قبل كده يا راجل. ده احنا تحس ان احنا عايشين في جحيم على سطح الارض. ده وصلت درجة الحرارة في بعض الدول العربية ل 60 درجة مئوية. ده انت تحس ان انت بتتنفس مية حرفيا. طب ايه هي الظاهرة المرعبة ديت؟ ولحد امتى هتفضل موجودة الظاهرة ديت؟ وازاي نعرف نحمي نفسنا منها؟ كل ده واكتر هنقوله في حلقتنا النهاردة. تابع معايا للنهاية عشان تعرف كل حاجة. اهلا بيكم، انا احمد اليسري من قناة اهي سهلة اهي. والنهاردة في موضوع حلقتنا هنجاوب عن ليه الصيف ده الأشد حرارة من 120 سنة؟ وإيه المرعب اللي ممكن يحصل في الأسابيع القادمة؟ وهل إحنا فعلا في نهاية العالم؟ بس قبل ما نبدأ تعال ناخد شوية حسنات بإن إحنا نصلي على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. صلينا على سيدنا رسول الله. يلا نبدأ. في ظاهرة بتعيشها مصر والدول العربية حاليا، والظاهرة دي من أخطر الظواهر الطبيعية، وهي إن لما الهواء بيسخن بطبيعة الحال وإحنا في فصل الصيف كثافته بتقل، فلما كثافته بتقل بيخف وزنه، فيبدأ يطلع